مشاهدي ومتابعي قناة شباب سبورت، ننقل إليكم مباراة الجولة السابعة في الدوري العراقي الممتاز على ملعب نادي أمانة بغداد، الأرض المفترضة لنادي سامراء. نادي سامراء باللون الأحمر ونادي نوروز باللون الأبيض في اللقاء. يقودها الطاقم التحكيمي المتألف من حكم المباراة علاء سلام، ياسر هاشم، محمد عماد، حكم رابع محمد صادق، ومقيم الحكام عباس عبد الحسين. تشكيلة نادي نوروز الضيف في المباراة: بالقمصان البيضاء جومان أحمد، حراسة المرمى ديار ياخي، محمد عبد الحسين، هلمت عادل، محمد دالار، أحمد محمد، شوانة قادر، ريقان رزقار، محمد سامي، هاوري أنور، وأسو رستم، والمدرب ولي كريم. أما تشكيلة المدرب الجديد: سامي بحت لنادي سامراء باللون الأحمر، حسين جابر حراسة المرمى، عبد المهيمن عبد الله، ميشيل قالو اللاعب النيجيري المحترف، هيري ايكي اللاعب الغاني، حسن عباس، مصطفى فيصل، مهدي حميد، ابراهيم خالد، ومصطفى حسن، ويوسف مجيد، ومحمد عدنان علاوي. هذه تشكيلة نادي سامراء وتشكيلة نادي نوروز في هذا اللقاء في الجولة السابعة في الدوري العراقي الممتاز على ملعب نادي أمانة بغداد. لقاء يجمع بين هذين الفريقين، الفريق الأول سامراء والفريق نوروز بالأبيض والأحمر في اللقاء. استلام للكرة في خط الوسط، لكن الكرة خرجت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز من جهة اليمين. استلام للكرة لمصلحة نوروز، إرسال الكرة الطويلة في اللقاء، لكن الإبعاد من المدافع حسن عباس. مرة أخرى عادت الآن الكرة لمصلحة نادي سامراء. سامراء من جهة اليسار يحاول في هذه الدقائق، جمهور حاضر، مشجعين للفريق السامرائي، نعم، من محافظة صلاح الدين العزيزة. الآن استلام مرة أخرى للفريق الحاضر السامراء، عادت الآن من جهة اليسار، حاولون الفريق سامراء لكن مقطوع الكرة، تنطلق الكرة من جهة اليسار عن طريق محمد سامي، وخطأ وفاول يشيره حكم اللقاء علاء سلام. علاء سلام من محافظة الديوانية، نعم، موظف في دائرة الشباب والرياضة. هذه المباراة الرابعة في قيادته في هذا الموسم في الدوري الكرة الممتاز، بكالوريوس إدارة واقتصاد. هنا مشجعين نادي سامراء القادمين محافظة صلاح الدين حبا وتيمنا بنادي المعروف الأحمر السامرائي في اللقاء. الله الله على هذا الجمهور، وهو قليل لكن يحب ناديه ويعشق ناديه. ونتمنى أيضا من لجنة المسابقات وكل المعنيين على المسابقة دوري الكرة الممتاز، نعم، ترخيص نادي سامراء، هذا الفريق الجميل على مستوى دوري كرة القدم. فريق سامراء لحد الآن لم يفز في أي مباراة في الدوري. آخر مباراة لنادي السامراء جمعته ضد نفط ميسان، خسر المباراة بهدفين لهدف. الآن الكرة استلام من جهة اليسار لمصلحة سامراء عن طريق محمد عدنان علاوي، عادها الكرة إلى المدافع في اللقاء إيري إيكي من جهة اليمين، أرسلت الكرة مرة أخرى، ينطلق محمد علاوي في هذه الكرة لكن عادت إلى مصلحة نوروز. نوروز الفريق المتأهل لأول مرة في دوري الكرة الممتاز، هو تأهل في الموسم السابق في المجموعة الأولى. في المجموعة الأولى تأهل نوروز في دوري الكرة الممتاز. أما سامراء تأهل في الملحق، لعب مباراة مع عفك، تغلب على عفك، ولعب المباراة الفاصلة مع الصناعات الكهرباء وتغلب على الصناعات الكهربائية بركلات الترجيح. الآن استلام مرة أخرى لمصلحة نوروز في اللقاء في وسط الملعب، عادت الآن الكرة لمصلحة سامراء من جهة اليمين، حسن عباس في اللقاء يحاول مرة أخرى لكن خطأ وفاول أشاره حكم اللقاء علاء سلام لمصلحة نادي سامراء. من جهة اليمين في اللقاء لمصلحة الآن الكرة لفريق سامراء. سامراء يبحث في أول دقائق في المباراة عن تسجيل هدف أو تسجيل أول 3 نقاط في دوري الكرة الممتاز. الآن الكرة لمصلحة سامراء، خطأ وفاول في اللقاء
عن طريق التنفيذ اللاعب إبراهيم خالد. إبراهيم خالد على تنفيذ الآن الكرة. إبراهيم خالد القادم من نادي الدفاع المدني. جهة اليمين الآن الكرة. 5 دقائق مرت من عمر الشوط الأول، ولحد الآن التعادل السلبي. يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت. إبراهيم خالد يرسل الكرة طويلة، لكن هي إلى الخارج. إلى الخارج الكرة الأخيرة التي لم يلمسها أي لاعب من نادي سامراء. لم يلمس الكرة الأخيرة أي لاعب من نادي سامراء. كرة إبراهيم خالد خرجت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لمصلحة نادي نوروز. جومان أحمد حارس المرمى. الآن الكرة ترسل في وسط الملعب لمصلحة فريق الأحمر. عادت لكن هي إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لمصلحة فريق نوروز. من جهة اليمين محمد عبد الحسين على تنفيذ الرمية الجانبية. الآن نوروز في اللقاء حاولون مرة أخرى. عادت الآن الكرة عن طريق اللاعب مصطفى حسن. عادت الآن الكرة لسامراء، لكن الكرة خرجت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة ركنية لمصلحة سامراء. يكسب الآن ركنية فريق سامراء في هذه الدقائق. تقدم المدافع ميشيل جالو برنس اللاعب النيجيري في اللقاء. هل يأتي الحل في هذه الدقائق لمصلحة سامراء؟ نرى ونتابع الآن في الدقائق القادمة ماذا يحدث. تلعب الكرة الآن مرة أخرى. السلام عن طريق اللاعب مصطفى حسن، لكن الكرة خرجت إلى خارج أرضية الملعب. أوت الكرة. جومان أحمد حارس المرمى لنادي نوروز. ولي كريم المدرب لنادي نوروز، ومن أمام سامي بحت المدرب السابق لنادي القاسم، والآن المدرب الجديد لسامراء خلفا للمدرب المقال أحمد كاظم. ضربة مرمى الآن لمصلحة نوروز. جومان أحمد حارس المرمى. نوروز آخر مباراة لفريق نوروز تغلب على القاسم ب3 أهداف لهدفين. سجلوا أهداف في المباراة السورستم هدفين وديار علي هدف. نعم هداف الفريق لحد الآن السورستم الحاضر في اللقاء. الآن الكرة من جهة اليسار في اللقاء ترسل عن طريق هملة عادل. عادة هاوري أنور. هاوري يحاول لكن هي إلى الخارج الملعب. أوت الكرة. أوت الكرة إلى ضربة ركنية الآن لمصلحة نادي نوروز. من جهة اليسار في اللقاء نوروز الآن عن طريق التنفيذ الكرة محمد سامي على تنفيذ الآن الكرة لمصلحة نادي نوروز في اللقاء. هل يأتي الحل في هذه الدقائق لمصلحة نوروز؟ نرى ونتابع ماذا يحدث. حكم المباراة نعم علاء سلام تكلم مع اللاعب أحمد محمد محسن. ضربة ركنية الآن في اللقاء لمصلحة سامراء. نرى ونتابع ماذا يحدث في قادم الدقائق. يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت. التعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء. الآن ضربة ركنية مرة أخرى عن طريق محمد سامي على تنفيذ الركنية. الآن تنفذ الركنية ابعاد من مدافع فريق سامراء. خرجت الكرة في تسديدة عن طريق اللاعب هاوري أنور اللي سدد الكرة الأخيرة التي خرجت إلى الأوت. ضربة مرمى الآن لمصلحة سامراء. سيان جابر إيري إيكي من جهة اليمين. حسن عباس مرة أخرى. كرة مقطوعة عادت لمصلحة نوروز. من جهة اليسار هلمت عادل يتقدم في هذه الكرة، لكن هلمت مرة أخرى تلعب الكرة العرضية. هي الإبعاد في اللقاء مرة أخرى. ضربة في دفاعات فريق سامراء، لكن الكرة الأخيرة ابتسمت الآن لسامراء. في اللقاء حاولون مرة أخرى تسجيل أول أهداف في المباراة أو تسجيل أول 3 نقاط. الفريق الوحيد الذي لم يفز لحد الآن في دوري الكرة الممتاز. مرة أخرى الآن
عادت لمصلحة نوروز. استلام في وسط الملعب، هاوري أنور، هاوري أنور يرسل الكرة طويلة في اللقاء، لكن حارس المرمى يتدخل في الكرة. حسين جابر، حسين جابر يرسلها إلى الخارج الملعب، كرة خاطئة من حسين جابر إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. من جهة اليسار هلمت عادل إلى هاوري أنور، هاوري أنور إلى جهة اليمين. الآن الكرة عادت مرة أخرى لقلب دفاع فريق نوروز، عادت مرة أخرى هاوري أنور، هاوري يرسل الكرة مرة أخرى، هي خاطئة من هاوري تعود لمصلحة سامراء. من جهة اليسار يحاولون خاطئ الكرة، ريغان رزقار يرسل الكرة الطويلة في اللقاء، هي الاستلام مرة أخرى يحاولون، لكن إلى الراية والتسلل في الكرة السابقة. عادت مرة أخرى سامراء الآن من جهة اليمين لمصلحة سامراء، ترسل الكرة، حاولون بشتى الطرق والوسائل في اللقاء بحثا عن الهدف الأول المنشود. هنا المدرب سامي بحت يوجه لاعبي سامراء في اللقاء مرة أخرى. سلام في وسط الملعب، عادت لمصلحة سامراء، يحاولون تدوير الكرة والبحث عن الهدف الأول المنشود في اللقاء. من جهة اليمين الكرة الآن حسن عباس، مرة أخرى عادت لنوروز، لكن هي إلى الخارج الملعب. أوت الكرة، أوت الكرة خرجت في اللقاء لمصلحة نوروز. الكرة الآن نوروز في المركز 17، لعب 6 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في واحدة وخسر 4. نعم، ولديه 4 أهداف وعليه 10 أهداف، ويمتلك من الرصيد النقاط 4 نقاط. هداف الفريق لحد الآن السو رستم برصيد 3 أهداف. سامراء برصيد نقطة واحدة في المركز الأخير بتعادل وحيد وخسارة 5 مباريات، مسجل على الفرق بهدفين، واهتز الشباكة ب8 أهداف. الآن الكرة عادت لمصلحة سامراء جهة اليسار عن طريق حسن عباس، سلام مرة أخرى، حاولون في هذه الدقائق لكن إلى خطأ وفاول اللاعب مصطفى فيصل. مصطفى فيصل في هذه الكرة، نعم يوسف مجيد عاشور. الآن الكرة لمصلحة نادي سامراء من الجهة اليمين، إبراهيم خالد، إبراهيم خالد، شكرا للجميل لديبو السامرائي من المكتب الإعلامي لنادي سامراء، نعم لتزويدنا بتشكيلة فريق سامراء، وأيضا نعم عن تاريخ نادي سامراء الحافل على مستوى كرة القدم. نعم الهداف فريق نادي سامراء فؤاد عزيز برصيد 77 هدف، هداف التاريخي لنادي سامراء والداعم الحقيقي لنادي سامراء. وأيضا نطالب من المحافظة، نواب المحافظة، نواب محافظة صلاح الدين دعم هذا النادي. هذا النادي يمثل محافظة صلاح الدين. مرة أخرى الآن استلام من جهة اليمين، مرة أخرى عادت، هي حاول في هذه الدقائق نوروز بحثا على الهدف الأول، هي تقطع الكرة مرة أخرى، هي جول، جول على العارضة، العارضة اهتزت في اللقاء، نعم يضيع الهدف الأول لمصلحة نوروز. نوروز كاد يسجل أول أهداف في المباراة، العارضة تتعاطف مع سامراء في اللقاء. الهدف الأول ضاع لفريق نوروز في اللقاء، نعم العارضة تعاطفت مع نادي سامراء في هذه الدقائق. أول كرة المباراة مشتدة بين الفريقين. الآن الكرة من جهة اليمين حسن عباس، مرة أخرى حاولوا لكن إلى خطأ وفاول لمصلحة فريق نوروز. خطأ الآن لمصلحة نوروز. محمد عبد الحسين لاعب اللي لعب لنادي النفط والحسين. كرة ثابتة الآن لمصلحة نوروز. محمد عبد الحسين إلى هاوري أنور، عادت الكرة لمحمد عبد الحسين مرة أخرى، قلب الدفاع لفريق نوروز، عادت جومال أحمد حارس المرمى في اللقاء، أحمد محمد. الآن الكرة من جهة اليمين
لمصلحة نوروز. عادت جومان أحمد حارس المرمى، تعاد الكرة مرة أخرى لمصلحة نوروز. استلام في الكرة من محافظة السليمانية، هذا النادي من أقصى الشمال، شمال القلب، شمال العراق، قادم اليوم إلى محافظة بغداد العزيزة. رمية جانبية الآن لمصلحة سامراء. حسن عباس مرة أخرى بين أحمد محمد. عادت الآن الكرة في اللقاء إلى مصلحة نوروز. شوانة قادر في اللقاء لكن الكرة إلى الخارج الملعب. رمية جانبية الآن لمصلحة سامراء مرة أخرى. حاولون سامراء في هذه الدقائق. هي الكرة تنطلق لمصلحة نوروز. هجمة مرتدة في اللقاء، هل تأتي الحل في هذه الكرة من جهة اليمين مرة أخرى؟ سال الكرة، تحويل طريقة اللعب في اللقاء عن طريق اللاعب محمد سامي. محمد سامي من جهة اليسار مرة أخرى يحاول الكرة العرضية، يدخل إلى منطقة الجزاء، لعب الكرة مرة أخرى. عادت هي لمصلحة هلمت عادل. هلمت يلعب الكرة العرضية، هي جول! جول! لا، راية وتسلل، راية وتسلل في اللقاء. نوروز في هذه الدقائق بدأ بالجريان في المباراة، العارضة اهتزت في الدقائق السابقة، والآن الهدف الملغى في اللقاء. نوروز قادم بقوة، قادم بقوة بانتصار. نعم، جرعة معنوية في الانتصار السابق. نعم، في اللقاء الذي جمعه مع القاسم اللي كان مدرب نعم سامي بحت، واليوم مع سامراء مرة أخرى. عادت هي لمصلحة سامراء في هذه الدقائق من جهة اليمين. تنطلق المباراة سريعة بين الفريقين. عادت الآن سلام أحمد محمد في اللقاء. تعاد الكرة إلى الخلف. محمد عبد الحسين إلى اللاعب في اللقاء. عادت مرة أخرى لنوروز. سال الكرة من جهة اليمين في اللقاء لمصلحة نوروز، يحاولون لكن الكرة خارج أرضية الملعب. أوت الكرة. مرت أكثر من ربع ساعة من المباراة والتعادل السلبي بدون أهداف. هجمات لنوروز في اللقاء، العارضة اهتزت وهدف ملغى لمصلحة نوروز. الآن الكرة من جهة اليسار لسامراء في اللقاء، يحاولون. عادت هي لنوروز في هذه الدقائق. استلام للكرة من جهة الوسط، لعبت الكرة طويلة عن طريق اللاعب أسو رستم. يستلم الكرة أسو، يحاول في اللقاء. أسو رستم يحاول مرة أخرى لكن تعاد الكرة إلى مصلحة مهدي حميد. خطأ يشيره حكم اللقاء لمصلحة فريق سامراء في اللقاء. دقائق مرت يا عزيزي، يا من تتابع، يا من تشاهد قناة شباب سبورت الناقل لدوري الكرة الممتاز. الآن الكرة لمصلحة سامراء. سامراء هدافين على مستوى نادي سامراء: زاهد قاسم، أحمد جاسم، صدام عزيز، علي حسن، فؤاد عزيز، نهاد عزيز. هؤلاء الهدافين نعم التاريخيين لنادي سامراء. مرة أخرى سلام. عادت مهدي حميد في الوسط من جهة اليسار. إيري إيكي مرة أخرى. مهدي حميد عيدها إلى إيري إيكي في اللقاء. مرة أخرى السلام جهة اليسار. إيري إيكي يرسل الكرة عرضية مرة أخرى لكن سهلة إلى حارس المرمى جومان أحمد. مرة أخرى عادت الكرة إلى مصلحة سامراء جهة الوسط. ريجان رزقار. ريجان عيدها للخلف في اللقاء. مرة أخرى سال الكرة الطويلة إلى جهة اليسار. هلمت عادل لكن إلى الخارج. هنا نظرة المدرب سامي بحت، المدرب الذي درب العربي الإماراتي واللذيذ الإماراتي ودبي الفجيرة الإماراتي والشمال القطري والشرطة والديوانية والقاسم ولاعب الطلبة السابق. درب سامي بحت. الآن الكرة لمصلحة سامراء. سيان جابر حارس المرمى. سيان جابر في اللقاء.
مرت 20 دقيقة من عمر الشوط الأول والتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء. عادت الآن الكرة من جهة اليسار لمصلحة سامراء. سلام في الكرة، نعم عيدها مهدي حميد. البحث عن الهدف الأول المنشود للفريق سامراء. مرة أخرى حاولون تسديد هي في اللقاء لكن تبعد الآن الكرة. مرة أخرى الكرة إلى مصلحة فريق سامراء. خاطئ الكرة تلعب لمسات الآن لنوروز في اللقاء. يحاولون بشتى الطرق فتح المساحة وفتح الفراغات، هذا ما يبحث عليه نوروز وكتيبة المدرب ولي كريم. الكرة الآن عادت لنوروز. نوروز عملية البناء تبدأ دائما من الخلف في اللقاء لكن إلى خطأ يشيره حكم اللقاء لمصلحة نادي نوروز. محبين وعاشقين لنادي سامراء، جمهور اللي يحضر في مدرجات ملعب نادي أمانة بغداد. استلام الكرة الآن من جهة اليسار في اللقاء. شوانة قادر يرسل الكرة في هذه الدقائق نحو المهاجم السورستم. عادت الآن الكرة أحمد محمد. أحمد محمد مرة أخرى لعب الكرة الطويلة في اللقاء. هل يأتي الحال في هذه الدقائق؟ تلعب الكرة العرضية هي لكن الإبعاد إلى الخارج. أبعد الكرة الأخيرة في اللقاء من مدافع نادي سامراء. الآن إلى ضربة ركنية في اللقاء. إبراهيم خالد. إبراهيم خالد على تنفيذ الضربة الركنية لمصلحة نادي هاوري أنور. هاوري أنور على تنفيذ الضربة الركنية الآن لنوروز. هاوري أنور على تنفيذ الركنية. ترسل الضربة الركنية مرة أخرى هي مرة أخرى لكن إلى جهة اليسار. محمد عبد الحسين عاد للخلف في اللقاء. هلمت عادل لكن خرجت إلى الأوت. إلى أوت الملعب. رمية جانبية الآن لمصلحة سامراء من جهة اليمين. سامراء تاريخ كروي حافل، نعم على مستوى كرة القدم. نعم نادي اللي تأسس سنة 1973 أمام نوروز اللي تأسس سنة 1994. يعني تتكلم عن نادي سامراء اللي صعد في دوري الكرة الممتاز سنة 1989 واستمر إلى 2011 وهبط إلى الدوري ثم عاد في هذا الموسم الكرة موسم 2021 و2022. الآن الكرة لمصلحة سامراء. إبراهيم خالد على تنفيذ الكرة الثابتة في اللقاء لمصلحة سامراء. يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت. التعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء. عادت مرة أخرى لمصلحة سامراء. طلاق الكرة عن طريق هلمة عادل في اللقاء إلى مصلحة اللاعب محمد سامي. محمد سامي من جهة اليسار. محمد سامي في اللقاء. حاول محمد سامي يلعب الكرة عرضية هي استلام الله على الكرة. جول لا جول أول في المباراة عن طريق هاوري أنور. هاوري أنور يدون أول أهداف المباراة لمصلحة نادي نوروز في اللقاء. هاوري أنور في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول يدونون أول أهداف المباراة. هاوري أنور نعم لنوروز في اللقاء. 1-0 لمصلحة نوروز. الأبيض في المباراة يدونون أول أهداف المباراة.
قادم بقوة. نعم قلت وكررت، التسديدات في اللقاء هدف ملغى، العارضة اهتزت، ثم الثالثة ثابتة عن طريق هاوري أنور. هاوري أنور أول أهداف في المباراة لمصلحة نوروز. نوروز ينجح في إضافة الهدف الأول في المباراة. نعم يا عزيزي يا من تتابع وتشاهد قناة شباب سبورت، 1-0 للأبيض في المباراة لنوروز في اللقاء. نعم يصعبون المسألة الآن على فريق سامراء. نعم سامراء من خسارات في اللقاء في المباريات السابقة، والآن بين أرضهم المفترضة في اللقاء ينجح نوروز في إضافة الهدف الأول. مرة عادة الكرة هي لكن إلى الخارج، لم يستغل الكرة في اللقاء. الآن إلى خارج أرضية الملعب، خرجت ضربة مرمى لمصلحة نوروز. 1-0 عن طريق هاوري أنور في اللقاء. مرة أخرى عادت الآن الاستلام، هاوري أنور من جهة اليسار، عاد الكرة إلى الخلف في اللقاء. شوانة قادر، محمد عبد الحسين، استلام للكرة مرة أخرى، تعاد الكرة في هذه الدقائق. ديار ياخي في اللقاء، هاوري أنور، عادها محمد عبد الحسين قلب الدفاع، مرة أخرى إلى هاوري صاحب الهدف الأول لمصلحة نوروز. مرة أخرى عادت لديار ياخي، ديار ياخي إلى أحمد محمد من جهة اليمين. الآن انطلقت الكرة لمصلحة نوروز لكن الإبعاد من المدافع إلى الخارج، أو الكرة اصطدت أو فاول أشاره حكم اللقاء لمصلحة نادي سامراء. 1-0 لمصلحة نوروز في اللقاء. مرة أخرى الآن الكرة من جهة اليسار، إيريكي في اللقاء. نعم عبد المهيمن عبد الله قلب الدفاع، عبد المهيمن عبد الله يرسل الكرة الطويلة في اللقاء. مرة أخرى هي لمصلحة نوروز، إبعاد الكرة في اللقاء. 1-0 نتيجة الآن تطمن المدرب. إخراج الكرة بروح رياضية من لاعب نادي نوروز لإصابة اللاعب إيريكي في اللقاء. نعم هنا الجمهور الذي يهتف بحب سامراء لحد الآن متواصل. الله 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 لهذه اللقطة. خاسر الفريق بنتيجة 1-0 ويهتف بحب سامراء. نعم من محافظة صلاح الدين يشجعون ويعشقون هذا النادي العريق، النادي المحبوب لدى الجمهور السامرائي. نتمنى ونطالب مرة أخرى بدعم هذا النادي على مستوى كرة القدم. دقيقة واحدة استراحة في اللقاء لشرب بعض المياه لكلا الفريقين. نعم نوروز خاض مبارياته، أول مباراة جماعته ضد زاخو انتهت المباراة بنتيجة 2-1. تعادل مع النفط بدون أهداف، خسر من أمام نفط الوسط بهدفين دون رد، خسر من أمام القوة الجوية ب3 أهداف دون رد بسبب دخول الجمهور نعم على المدرجات، اللي كان قرار ممنوع دخول الجمهور بسبب جائحة كورونا. الآن دخول الجمهور بنسبة 30%. خسر من أمام الصناعة بنتيجة 1-0. نعم فاز على فريق القاسم ب3 أهداف لهدف. سجلوا للسورستم هدفين وديار علي هدف ديار علي في دكة الاحتياط اليوم. الآن عودة اللاعبين إلى أرضية الملعب لاستكمال مجريات اللقاء بين سامراء ونوروز. نوروز 1-0 عن طريق اللاعب هاوري أنور في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول في اللقاء. رمية جانبية الآن، إبراهيم خالد يهديها بروح رياضية إلى لاعب نوروز. عادت الآن الكرة، ديار ياخي، محمد عبد الحسين،
استلام هاوري أنور. هاوري أنور يرسل الكرة الطويلة لا جهة اليسار. هلمت عادل. هلمت عادل لا من جهة اليسار يلعب الكرة عرضية هي، لكن الإبعاد في اللقاء عن طريق اللاعب عبد المهيمن عبد الله إلى الخارج، إلى خارج الملعب. عادت الكرة الآن مرة أخرى إلى مصلحة نوروز. محمد سامي على تنفيذ الضربة الركنية، وأيضا مرة أخرى شكر لآرام عمر رشيد الإعلامي ومدير المكتب الإعلامي لنادي نوروز على أيضا تزويدنا بالتشكيلة الأساسية والاحتياط وكل الأمور نعم لفريق نوروز. مرة أخرى الآن تلعب الكرة هي، لكن إلى الخارج، إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى الآن لمصلحة سامراء. سيان جابر حارس المرمى. مرت نصف ساعة من عمر الشوط الأول في اللقاء، والتقدم بهدف وحيد لمصلحة نوروز في اللقاء. الآن سامراء يبحث عن التعادل في اللقاء. لا الكرة مرة أخرى هي تعاد إلى حارس المرمى جومان أحمد. جومان أحمد حارس مرمى نوروز. جومان في اللقاء. الآن الكرة لمصلحة نوروز. مدرب ولي كريم، مدرب يعني حافل على مستوى كرة القدم. بعد دقائق سوف نذكر نعم المسيرة التدريبية للمدرب ولي كريم. الكرة الآن إلى الخارج ملعب. رمية جانبية الآن لمصلحة نوروز. شوانة قادر. هاوري أنور من جهة اليسار يحاول إلى زميله محمد سامي، خاطئة. عادت لاعب مصطفى فيصل مرة أخرى إلى مهدي حميد. تعاد الكرة الآن حسن عباس من جهة اليمين، يرسل حسن عباس الكرة بعاد من محمد عبد الحسين. عادت الآن الكرة مرة أخرى لمصلحة نوروز في اللقاء. مرة أخرى تعاد إلى مصلحة سامراء. يوسف مجيد عاشور، لكن إلى خطأ في اللقطة السابقة. نعم الروح الرياضية في اللقاء نعم بين بطاقة صفراء للاعب هلمت عادل. هلمت عادل ولي ينال البطاقة الصفراء. يعني ولي كريم المدرب اللي درب سيروان عام 2005 وصعد معه مع سيروان إلى دوري النخبة. درب الكرخ مع المرحوم نصرة ناصر، ودرب كركوك عام 2010، ودرب الاتصالات عام 2018 2019، ودرب أندية الإقليم البيشمركة وسليمانية ودرب دخان وحلبشة 5 أعوام وشيروان كلر. وأيضا صعد مع سيروان من الدرجة الأولى إلى النخبة، ومن الكرخ من الدرجة الأولى إلى النخبة، مع الاتصالات إلى الأدوار النهائية، ومع بيشمركة أيضا إلى الأدوار النهائية. والكريم الذي لعب لفرق ذاك جيش بطاقة صفراء الآن على اللاعب إيري إيكي اللاعب الغاني ينال البطاقة الصفراء. نعم ولكريم اللي ذكرنا سابقا اللي لعب لفرق ذاك الجيش والطلبة والطيران، واحترف في قطر والجزائر، ومثل منتخب شباب العراق. مدرب ولي كريم. بطاقة صفراء الآن على إيري إيكي. إيري إيكي ينال البطاقة الصفراء، المحترف الغاني في اللقاء. نعم لعب ملقى على أرضية الملعب. مشوار نادي سامراء في دوري الكرة الممتاز لحد الآن. خسر في أول مباراة مع نفط الوسط بهدف وحيد، خسر مع القوى الجوية بهدفين دون رد، خسر مع الصناعة بهدف وحيد، تعادل مع القاسم وسامراء، تعادل القاسم مع سامراء، سجل لسامراء حسين علي، خسر من أمام الزوراء بهدف وحيد، خسر في آخر مباراة مع نفط نيسان بهدفين لهدف. هذا مشوار نادي سامراء لحد الآن في دوري الكرة الممتاز. سلام هاوري أنور. هاوري أنور من جهة اليسار في اللقاء. عادت هلمت عادل. هلمت عادل يحاول الآن الكرة العرضية. هلمت اللاعب الناحية اليسار تلعب الكرة هي الله، تسديدة في اللقاء،
تسديد في اللقاء، نعم، للاعب السورستم. السورستم في اللقاء اللي سدد الكرة الأخيرة، هداف الفريق ب3 أهداف. مرة أخرى الآن من جهة اليمين لمصلحة سامراء، حسن عباس عادها ميشيل قالو اللاعب النيجيري إلى عبد المهيمن عبد الله. الآن إيري إيكي ترسل الكرة طويلة مرة أخرى، سلام محمد عدنان حاولون في اللقاء. الآن الكرة في وسط الملعب، ترسل الكرة من جهة اليمين مرة أخرى، يحاول اللاعب يوسف مجيد، يوسف مجيد عاشور إلى زميله إبراهيم خالد. إبراهيم خالد استلامات مرة أخرى لسامراء، يبحث ماذا عن خلق أول هدف في المباراة أو خلق فراغات في مساحة لعب لفريق سامراء. سلام مرة دقائق يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت الناقل لدوري الكرة الممتاز. ديار يا أخي، الآن ديار عيد الكرة إلى جهة اليمين في اللقاء لمصلحة نوروز، ترسل الكرة طويلة مرة أخرى، هيا سلام في اللقاء لكن الإبعاد من حسن عباس. حسن عباس عادت الكرة الآن لمصلحة سامراء. سلام في وسط الملعب، حاولون تأخير عملية تأخير الكرة لفريق سامراء. إيريكي من جهة اليسار، إيريكي يرسل الكرة مرة أخرى، بعاد من محمد عبد الحسين، عادت الآن مرة أخرى لكن إلى خطأ لمصلحة سامراء. إيريكي على تنفيذ الكرة أم إبراهيم خالد؟ إبراهيم خالد الآن على تنفيذ الكرة الثابتة لمصلحة سامراء من جهة اليسار، كرة ثابتة هل تأتي بالحل في اللقاء لمصلحة الأحمر السامرائي؟ إبراهيم خالد على تنفيذ الكرة الثابتة الآن، ترسل الكرة الطويلة في اللقاء لكن هي ضربة كفية دفاع لكن أتت إلى الحارس جومان أحمد. جومان أحمد في اللقاء 37 دقيقة مرت من عمر الشوط الأول يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت. مرة أخرى هي اللاعب أحمد محمد ديار ياخي من جهة اليمين، استلام للكرة لنوروز، عملية البناء دائما يبدأها نوروز من الخلف في اللقاء والاعتماد على هاوري أنور واللاعب هلمت عادل. مرة أخرى عادت الآن إيريكي في اللقاء إلى اللاعب مصطفى فيصل. مرة أخرى هي إبراهيم خالد يرسل الكرة لكن خاطئة يبعدها المدافع في اللقاء لنوروز. عادت مرة أخرى لسامراء، إيريكي في اللقاء عادت مرة أخرى تلعب الكرة العرضية هي لكن التغطية من مدافع نادي نوروز في اللقاء. عادت لنوروز الآن انطلاق الكرة ولعب الكرة الطويلة في اللقاء بحثا عن الهدف. مرة أخرى هي تعاد الآن من جهة اليسار السورستم لكن حكم اللقاء أشار إلى خطأ في اللقاء لمصلحة سامراء. مرة أخرى الكرة الآن لسامراء، تأخير بالكرة مهدي حميد، هي خاطئة في اللقاء، هاوري أنور ينطلق الآن، هاوري حاول تسديد، جول، خطأ، نعم خطأ من المدافع في اللقاء يكلف سامراء الهدف الثاني. هاوري أنور في اللقاء يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء، ثاني الأهداف. نعم خطأ من مدافع نادي سامراء يستغله اللاعب هاوري أنور ويضيف الهدف الثاني، تركها نعم اللاعب السورستم إلى هاوري أنور، وهاوري أنور لم يكذب الخبر نعم في اللقاء ويضيف الهدف الثاني ويعمق الجراح على سامراء. نعم يعمق الجراح على سامراء في اللقاء، بطاقة صفراء على هاوري أنور. هاوري أنور ابتسامة الحكم علاء سلام من محافظة الديوانية العزيزة، حكم الاتحادي درجة أولى، ينال البطاقة الصفراء. هاوري أنور في اللقاء هدف ثاني لمصلحة نوروز.
نوروز ينجح في إضافة الهدف الثاني. الآن المدرب ولي كريم ريح وارتاح، الآن قلب بارد في المباراة لفريق نوروز في اللقاء. الآن الكرة عادت مرة أخرى، يحاولون في اللقاء سامراء عن تقليص النتيجة. الآن تقليص النتيجة في اللقاء كانت نتيجة 1-0، الآن أضافها اللاعب هاوري أنور الهدف الثاني. هدف ثاني في اللقاء يصعب المسألة على المدرب سامي بحت. كرة الآن من جهة اليمين، عادت هي لسامراء، طريق إبراهيم خالد يحاول لكن إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية مرة أخرى، السلام في اللقاء يوسف مجيد، هي لمصلحة سامراء، هي مرة أخرى تأخير بلعب الكرة والتركيز لم يكن حاضر في اللقاء، لأبعد الكرة لاعب نوروز إلى الخارج. ضربة ركنية الآن عن طريق اللاعب إبراهيم خالد لمصلحة سامراء. سامراء يحاول في هذه الدقائق تقليص النتيجة. إبراهيم خالد يرسل الكرة طويلة مرة أخرى لكن الإبعاد من المدافع إيري إيكي من جهة اليسار، يرسل الكرة العرضية لكن إلى أين يا إيري إيكي؟ إلى الخارج، إلى خارج الملعب. أوت الكرة في اللقاء، ضربة مرمى الآن لمصلحة نوروز. هنا المدرب ولي كريم الحافل على مستوى كرة القدم. نعم ولي كريم حتى بهذه النتيجة بهدفين دون رد، نعم يتكلم مع اللاعبين بحق في اللقاء، يقول لهم لا نريد خسارة اللقاء ولا نريد خسارة هكذا مباريات، لأن هذه المباريات تعتبر سهلة لنوروز أو بالمقابل لسامراء. نعم سامراء ونوروز إضافة 3 نقاط في اللقاء. نعم المباراة تعتبر لنوروز في اللقاء هي سهلة. لماذا يا عزيزي سهلة في اللقاء؟ لأن الأرض المفترضة لسامراء، نعم أرض مفترضة لا يلعب بين أرض في اللقاء. ملعب نادي أمانة بغداد هي الأرض المفترضة لنادي سامراء. الآن الكرة عادت مرة أخرى، مهدي حميد من جهة اليمين إلى حسن عباس في اللقاء. ميشيل جالو برنس اللاعب النيجيري، ميشيل جالو في اللقاء، نعم إلى مصلحة اللاعب مهدي حميد. مهدي الآن إلى عبد المهيمن عبد الله، عبد المهيمن من جهة اليسار لفريق سامراء. سلام في الكرة، عادت الآن إبراهيم خالد مرة أخرى، حاولون بشتى الطرق في اللقاء، مقطوعة عن طريق هاوري أنور. هاوري أنور في اللقاء، خطأ الآن لمصلحة سامراء، خطأ الآن لسامراء. هل يستغل هذه الأخطاء فريق سامراء؟ استغلال صحيح في اللقاء، نرى ونتابع. كلام ثاني راح يكون للمدرب سامي بحت. مرة أخرى الآن هي، لكن عادت الآن الكرة من جهة اليسار في اللقاء. هلمت عادل يبعد الكرة في اللقاء. ميشيل جالو إلى الخارج، رمية جانبية الآن لمصلحة نوروز. نوروز قادم من أقصى شمال القلب، شمال العراق، نعم من محافظة السليمانية. مرة أخرى لاعب ملقى على أرضية الملعب في اللقاء، نعم حارس المرمى جومان أحمد. جومان أحمد، نعم المدرب ولي كريم، إدارة ورئيس النادي أستاذ شيخ لاور ابن أخو المرحوم رئيس العراق السابق إمام جلال رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته. يعني هو الأستاذ الشيخ لاور وفر الدعم اللازم لنادي نوروز، نجاح مسيرة النوروز هي أنه يبقى في دوري الكرة الممتاز. والآن يعني بهذا التقدم بهدفين
في هذه المباراة، لو فاز في هذه المباراة نوروز يا عزيزي سوف يرتفع رصيده إلى 7 نقاط. نعم 7 نقاط في اللقاء. هو في المركز الآن في دوري الكرة الممتاز في المركز 17. بعد هذا الفوز راح يرتفع رصيده إلى 7 نقاط. نعم يبتعد عن مراكز الهبوط. مراكز الهبوط كما حددته لجنة المسابقات لحد الآن وهو هبوط 4 أندية إلى دوري الدرجة الأولى. مرة أخرى الآن من جهة اليسار محمد سامي، عادت الكرة لمصلحة نوروز في اللقاء. ديار ياخي يرسل الكرة إيري إيكي، مرة أخرى عادت لسامراء من جهة اليسار. مباراة سريعة، هدفين في اللقاء. حلاوة كرة القدم هي بالأهداف. عادت الآن الكرة من جهة اليمين لمصلحة نوروز. مرة عادت الكرة للخلف البناء في اللقاء. ديار ياخي كاكا، عيد الكرة أحمد محمد عبد الحسين. ديار ياخي مرة أخرى، دقائق الإضافية، دخلنا في الوقت الإضافي في المباراة. إلى خطأ الآن لمصلحة نوروز. يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت، هدفين في اللقاء سجلهما اللاعب هاوري أنور، هدفين في المباراة. مرة أخرى استلام محمد سامي في اللقاء. نعم العمق الدفاعي لفريق سامراء يعاني في اللقاء، فانظر للاستلام محمد سامي أو ريغان رزقار اللاعب الجندي المجهول لفريق نوروز. مرة أخرى عادت الآن الكرة إلى خطأ لمصلحة سامراء. استغلال الأخطاء في اللقاء لفريق سامراء. مهدي حميد نعم إلى يوسف مجيد، لكن أين هذه الكرة يا يوسف في اللقاء؟ نعم نظرة اللاعب مصطفى حسن العيبي إلى حارس المرمى جومان أحمد. الآن الكرة لمصلحة نوروز، ترسل الكرة ديار ياخي نحو اللاعب السورستم يحاول أن يضيف الهدف الثالث في المباراة وينهي الجدل الكروي في المباراة، لكن هذه النتيجة هدفين في اللقاء. مرة أخرى الآن عادت لمصلحة سامراء. سلام في الكرة، حاولون هي التسديد لكن إلى الخارج، إلى خارج الملعب. تسديدة لاعب نادي سامراء، خرجت الكرة إلى الخارج. ضربة مرمى الآن لمصلحة نوروز. هدفين دون رد. نعم الخطورة الحقيقية لحد الآن لم نراها لفريق سامراء في اللقاء. نعم أيضا شكر للجميل لديبو السامرائي مدير المكتب الإعلامي لنادي سامراء. متابعي ومشاهدي قناة شباب سبورت، يعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول بتقدم نوروز بهدفين دون رد. استراحة قصيرة ثم نعود إليكم مرة أخرى. مشاهدي ومتابعي قناة شباب سبورت، بداية الشوط الثاني
شوط أول انتهى سريعا جدا لمصلحة نوروز الذي يرتدي القمصان البيضاء، وسمراء الذي يرتدي القمصان الحمراء. هدفين لمصلحة نوروز عن طريق اللاعب هاوري أنور في الشوط الأول. الآن بداية الشوط الثاني في اللقاء. تبديلات أجراها المدرب لمصلحة سامراء لعلها تغير من الحال إلى أحسن حال لفريق سامراء. استلام مرة أخرى في وسط الملعب، لم يجري أظن تبديلات للفريق الحاضر لفريق النوروز. عادت الآن الكرة، استلام للفريق سامراء في اللقاء. حاولون الآن الكرة عن طريق اللاعب يوسف مجيد. يوسف مجيد عادت لنوروز في اللقاء من جهة اليمين. هي انطلاقة عن طريق اللاعب، أظن اللاعب في اللقاء مرة أخرى. هي تلعب تبعد لكن عن طريق إلى الخارج. محمد دالار إسماعيل، إصابة في اللقاء لأحد لاعبي نادي سامراء. الآن في اللقاء أظنها إصابة، أتمنى أن تكون خفيفة في اللقاء. حدوث الإصابات للاعب نادي سامراء، هم نعم مو محتاجين مصائب في اللقاء. خسارة بهدفين لحد الآن من أمام نوروز. نعم تبديل لا يستطيع المواصلة في اللقاء. نعم رباط صليبي أظنها الإصابة. المصائب لا تأتي فرادى في اللقاء للاعب نادي سامراء. المصائب لا تأتي فرادى في اللقاء. لا يستطيع المواصلة الآن في هذه الدقائق. نعم سامراء في اللقاء على مستوى كرة القدم تبديلين أظنهم أجراهم في اللقاء لسامراء. الآن أيضا تبديل ثالث المدرب سامي بحت. الروح الرياضية جميلة من اللاعب محمد دالار إسماعيل. الله، دائما ما نتكلم على الروح الرياضية في اللقاء. نعم يخرج للإصابة. نعم إصابة أتمنى أن تكون خفيفة في اللقاء لأحد لاعبي نادي سامراء. الآن نعم يخرج للإصابة أظن عبد المهيمن. عبد المهيمن عبد الله اللي خرج قلب الدفاع في اللقاء. الآن دخول اللاعب عباس صاحب. عباس صاحب الآن لدخل بديل لعبد المهيمن عبد الله. ضربة ركنية الآن تلعب الكرة، هي مرة أخرى جول ثالث الأهداف في اللقاء. المصائب لا تأتي فرادى. المصائب لا تأتي فرادى على سامراء. ثالث الأهداف عن طريق السورستم في اللقاء. ثالث أهداف وتغطية من المدافعين في اللقاء للاعبي سامراء لم تكن موفقة، ويستغلها اللاعب السورستم ليضيف الثالث ويعمق الجراح على سامراء. نعم تعميق الجراح على سامراء في اللقاء عن طريق اللاعب السورستم الذي يرتفع الآن رصيده إلى 4 أهداف في دوري الكرة الممتاز، وثالث الأهداف الآن لفريق نوروز. نعم نوروز ثالث الأهداف. المصائب لا تأتي فرادى. هدف
الثالث، وإصابة اللاعب أيضا عبد المهيمن عبد الله، نعم، في اللقاء اللي خرج للإصابة في اللقاء. والآن هدف ثالث لمصلحة نوروز. نعم يا عزيزي، الآن الكرة عادت مرة أخرى إلى مصلحة نوروز جهة اليسار. ثالث الأهداف هنا للمشجعين، الخيبة والحسرة على مشجعي نادي سامراء في اللقاء. رمية جانبية الآن لمصلحة نوروز في اللقاء. هاوري أنور مرة أخرى تعاد الكرة لمصلحة سامراء، عادت السورستم الآن إلى خطأ لمصلحة سامراء. مصطفى رميض محيي اللاعب البديل في اللقاء. الآن الكرة ترسل طويلة في اللقاء، هي مرة أخرى، هي له على الكرة التي ضاعت. نعم، كاد يضيف الهدف الأول في اللقاء لمصلحة سامراء. صالح مطلق كاد يضيف أول أهداف المباراة لمصلحة سامراء. مرة أخرى الآن الكرة استلام في الوسط، عادت إيري إيكي الآن من جهة اليسار. إيري إيكي يعيدها للاعب البديل إدريس هونر الجوهر. نعم إدريس هونر، نعم اللاعب القادم من أربيل هو مصطفى رميض، يعني رحل من شباب سامراء إلى الخط الأول. الآن الكرة عادت مرة أخرى لمصلحة نوروز في اللقاء. محمد عبد الحسين عبود قلب الدفاع من أمام ديار ياخي كاكا. الآن الكرة لمصلحة نوروز من جهة اليسار. محمد عبد الحسين يرسل الكرة الطويلة، الآن بعاد من لاعب سامراء. مرة أخرى محمد عبد الحسين بكرة بغير عنوان إلى راية والتسلل في اللقطة السابقة. إيري إيكي جهة اليسار الآن إلى قائد الفريق في اللقاء. مرة أخرى إدريس هونر في هذه الدقائق عادت لمصلحة نوروز الاعتماد على الكرة الطويلة. السورستم يحاول لكن إلى الخارج. إدريس هونر إلى الخارج إلى ضربة ركنية الآن لمصلحة نوروز من جهة اليمين في اللقاء من طريق اللاعب هاوري أنور صاحب الهدفين في اللقاء، وأضاف الهدف الثالث السورستم الآن صاحب الثالث الأهداف. الآن على تنفيذ ضربة ركنية هاوري أنور، هاوري في اللقاء على تنفيذ الركنية. الآن ترسل الركنية مرة أخرى، الآن عادت هي من جهة اليمين. حسن عباس مرة أخرى، حسن عيدها للخلف في اللقاء. مصطفى رميض، الآن الكرة من جهة اليمين لمصلحة سامراء، مقطوعة من اللاعب إبراهيم خالد، عادت لمصلحة نوروز. ترسل الكرة الطويلة الآن في اللقاء في هذه الدقائق إلى إدريس هونر إلى حسن عباس مرة أخرى، استلام للكرة إدريس هونر. إدريس ترسل الكرة الطويلة مرة أخرى في اللقاء نحو صالح مطلق. يحاولون في هذه الدقائق فريق سامراء مرة أخرى هي الدخول في المنطقة، تلعب الكرة العرضية، هي الهدف، جول! كادت تودي بأول أهداف المباراة عن طريق رأسية اللاعب يوسف مجيد عاشور.
الكرة اللي خرجت إلى الأوت في اللقاء إلى ضربة مرمى الآن لمصلحة نوروز. 55 دقيقة مرت من عمر الشوط الثاني في اللقاء. تقدم ب3 أهداف لفريق نوروز أمام لا شيء لفريق سامراء. ضربة مرمى الآن جومان أحمد حارس المرمى، ترسل الكرة في اللقاء، تمريرات طويلة، الاعتماد في الدقائق. محمد سامي حاول الدخول في هذه الكرة، هي تلعب الكرة من جهة اليسار، مرة الخطرة هي تسدد. الله 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 على حارس المرمى سيان جابر. كرة نوروز، الكرة الأخيرة التي كادت تودي لأول أهداف في المباراة هذا اللقاء. إصابة اللاعب عبد المهيمن عبد الله جمعة في اللقاء، رباط صليبي حكم في المباراة. اللاعب عبد المهيمن عبد الله مشافى معافى في اللقاء. أخطر الإصابات على مستوى اللاعبين هكذا إصابة. نعم، في بداية دوري الكرة الممتاز. وصلنا الآن إلى الجولة السابعة مرة أخرى. الآن لمصلحة سامراء، تعود الكرة تنطلق من جديد، حاولون سامراء لكن إلى الخارج، خارج الملعب. خرجت الكرة، لم يلحق عليها صالح مطلق. إلى رمية جانبية الآن لمصلحة نوروز. نوروز في اللقاء بأقل الأضرار لحد الآن هو متقدم بنتيجة 3 أهداف دون رد. الآن الكرة من جهة اليسار مرة أخرى، عادت هي لمصلحة نوروز، هي إلى سامراء، تعود صالح مطلق لمصلحة سامراء. سال الكرة لكن الإبعاد عن طريق ديار ياخي. عادت الكرة إلى نوروز جهة اليسار، طريق هلمت عادل. هلمت حاول الآن، هلمت مرة أخرى حاول الدخول إلى منطقة دفاع فريق سامراء في اللقاء. هاوري أنور، هاوري حاول الآن، هاوري هي التسديد. الله 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 يا هاوري، الله على هذه الكرة والتصدي الرائع من حارس المرمى. هاوري أنور كاد يضيف الهاتريك له والرابع لفريقه. حسين جابر تألق في الكرة السابقة. ضربة ركنية الآن لمصلحة نوروز. محمد سامي على تنفيذ الضربة. محمد سامي الآن على تنفيذ الضربة الركنية لمصلحة نوروز. نوروز خطير يعني على مستوى الفرص في اللقاء، هو أخطر من فريق سامراء. لا الكرة عادت، سلاب في الكرة، حاولون فريق سامراء تقليص النتيجة في هذه الدقائق. الآن الكرة من جهة اليسار عن طريق مصطفى حسن. كرة الآن هي في هذه الدقائق لعلها تودي بأول أهداف مرة أخرى، لكن هي إلى الخارج. تسديد الكرة يوسف مجيد عاشور إلى ضربة ركنية الآن. إبراهيم خالد على تنفيذ الضربة الركنية لمصلحة فريق سامراء من جهة اليمين. إبراهيم خالد في اللقاء، هل يؤتي بأول أهداف؟ مرة أخرى تلعب الضربة الركنية، هيا على الكرة، هيا يا إيريكي. إيريكي التسديدة في اللقاء في هذه الدقائق. أحد الجماهير الرياضية نعم يحيي إيريكي في اللقطة السابقة. نعم إيريكي تسديدته خرجت إلى الأوت في اللقاء. جماهير محبة لسامراء العزيزة. نعم، شكر مرة أخرى أيضا للمكتب الإعلامي للجميل ديبو السامرائي وآرام عمر رشيد أيضا من المكتب الإعلامي لنوروز. مرة أخرى لا الكرة عادت في اللقاء لمصلحة سامراء. عملية البناء هل تأتي؟ حاول صالح مطلق، صالح مطلق في اللقاء لكن خاطئ الكرة ومقطوعة من عنده. عادت هي إلى مصلحة
نوروز، لكن خروج حارس المرمى. الثقة في هذه الدقائق فريقك خاسر يا حارس المرمى، هي لكن إلى خطأ وفاول. خطأ في اللقاء لمصلحة فريق سامراء. 60 دقيقة يا من تتابع، يا من تشاهد قناة شباب سبورت الناقل لدوري الكرة الممتاز. التقدم بنتيجة 3 أهداف دون رد لمصلحة نوروز عن طريق اللاعب اللي سجل هدفين في الشوط الأول هاوري أنور، وأضاف ثالث الأهداف اللاعب أسو رستم بالهدف الثالث في اللقاء، نعم في الشوط الثاني. الآن استلام مرة أخرى هي من جهة اليسار، إيري إيكي حاول في اللقاء لكن تبعد من لاعب نوروز، عادت مرة أخرى لكن هي إلى الخارج. إلى الخارج. نظرة اللاعب عباس صاحب لقطته السابقة إلى خطأ في اللقاء لمصلحة نوروز. طريق اللاعب ريكان رزقار. ديار يا أخي على تنفيذ الكرة. ديار في اللقاء مرة أخرى الآن من جهة اليمين. ديار يا أخي حاولون، هي بين محمد سامي إلى أحمد محمد. مرة أخرى من جهة اليمين عادت الكرة في اللقاء. حاولون الآن نوروز، هي من جهة اليمين محمد دالار يلعب الكرة العرضية، هي السورستوم مرة أخرى حاول بين كماشة من المدافعين لكن عادت الكرة إلى حارس المرمى سيان جابر. طلقت الآن السرعة لفريق سامراء في اللقاء، حاولوا لكن هي إلى خطأ. خطأ لمصلحة إبراهيم خالد إلى سامراء. سرعة مصطفى فيصل. مصطفى سل الكرة الطويلة هي في هذه الدقائق، هي مرة أخرى لكن إلى الحارس جومان أحمد. 3 أهداف في اللقاء لمصلحة نوروز. نوروز في المباراة تقدم بنتيجة 3 أهداف دون رد. مرة أخرى الإبعاد من مدافع سامراء، عادت الكرة هي يحاولون بشتى الطرق. أسو رستم أسو لكن تغطية رائعة من إدريس هونر. يوسف مجيد مرة أخرى تعاد الكرة إلى الخلف. إيريكي إيريكي مرة أخرى الآن إدريس هونر. إدريس يرسل الكرة الطويلة إلى جهة اليمين في اللقاء، دخول هي لكن كرة مرة أخرى سهلة إلى حارس المرمى. سهلة إلى حارس المرمى في اللقاء مصطفى مميض في الكرة. هنا نظرة صالح مطلق على لقطة بين مصطفى رميض. ديار يا أخي ديار سير الكرة مرة أخرى عادت هي إلى مصلحة سامراء. يوسف مجيد كرته لم تكن موفقة من اللاعب يوسف مجيد عاشور. جومان أحمد مرة أخرى عادت الآن إلى مصلحة نوروز من جهة اليمين في اللقاء. هل تأتي الحل لفريق سامراء؟ مرة أخرى أسو رستم. أسو حاول يسدد لكن إلى الخارج. إلى الخارج في اللقاء. عادت الكرة الآن لمصلحة سامراء، لكن اللقاء يشير أن الكرة خرجت إلى الأوت إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لمصلحة سامراء. عباس صاحب قلب الدفاع الآن اللي أصبح في اللقاء. عاد كرة للخلف مرة أخرى من جهة اليمين لمصلحة سامراء. إدريس هونر تنطلق الآن الكرة لمصلحة سامراء، يحاولون بشتى الطرق تقليص النتيجة بحثا عن الهدف الأول المنشود لهم. هم يعني فقط مسجلين هدفين لحد الآن في دوري الكرة الممتاز، والآن نحن في الجولة السابعة في اللقاء. مرة أخرى استلام يوسف مجيد. يوسف مجيد يرسل الكرة
لا جهة اليمين في اللقاء. هل تأتي الحال لهذه الكرات مرة أخرى؟ هي تسديد على الكرة الأخيرة في اللقاء، نعم، عن طريق مصطفى رميض، أظن اللي سدد الكرة الأخيرة، مصطفى رميض اللي سدد الكرة الأخيرة التي خرجت إلى الأوت. ضربة مرمى جومان أحمد، وحكم المباراة على سلام، كان مباراة على سلام من الديوانية، ياسر هاشم من بغداد، الثاني مساعد الثاني محمد عماد من الديوانية، ومحمد صادق من بغداد. مشرف المباراة الدكتور عبد الرزاق عبد علقم. صابت حارس المرمى جومان أحمد، نعم. مباراة القادمة لنوروز على ملعبه، سوف يستضيف نفط ميسان، ويلعب سامراء، سوف يلاقي الكرخ. مباراة الجولة الثامنة سوف تنطلق يوم الخميس والجمعة القادم إن شاء الله. يوم مباراة منتخبنا الأولمبي ضد المنتخب البحرين، توفيق إلى سود الرافدين، نعم، والتأهل إلى نهايات كأس آسيا لتحت 23 سنة. مباريات الأمس التي لعبت، صناعة تغلب على الميناء، القاسم والكرخ حبايب بهدفين لهدفين، ثورات تغلب على نفط ميسان بثلاث أهداف دون رد، والشرطة تغلب على المتصدر الدوري، نعم، والآن اللي أصبح الآن متصدر الدوري الشرطة بثلاث أهداف على نفط الوسط. اليوم تلعب المباريات، الطلبة ضد نفط البصرة، سامراء ضد نوروز، كهرباء ضد أربيل، الديوانية ضد زاخو، والنجف ضد النفط، والقوة الجوية ضد أمانة بغداد. مرة أخرى الآن الكرة عادت يوسف مجيد، يحاولون في اللقاء فريق سامراء في هذه الدقائق. هي الكرة من جهة اليمين تنطلق عن طريق محمد دالار، محمد سل الكرة هي لكن إلى الخارج، هذه الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. مرت الدقائق، يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت، الناقل لدوري الكرة الممتاز. الكرة الآن ديار ياخي كاكا في اللقاء، ليث محمد اللاعب أظن اللي راح يكون بديل في المباراة. مرة أخرى إيكي أظن لا يوجد محترفية. مرة أخرى هي في هذه الدقيقة يسقط صالح مطلق في اللقاء، نعم، السقوط في الكرة السابقة. ضربة ركنية الآن، إبراهيم خالد على تنفيذ ضربة ركنية لمصلحة سامراء. إبراهيم هل يأتي بالحال في اللقاء وتقليص النتيجة؟ نرى ونتابع. تبديل الآن في اللقاء لمصلحة نوروز، ليث رعد أظن أول تبديل في اللقاء، خروج اللاعب محمد سامي الآن اللي خرج، ودخول اللاعب ليث رعد. إبراهيم خالد على تنفيذ الآن الضربة الركنية لمصلحة سامراء. إبراهيم يرسل الكرة العرضية في اللقاء، ابعاد مرة أخرى عن طريق شوانا قادر في اللقاء، عادت مرة أخرى هي تلعب لكن ابعاد من جومان أحمد. كرات رأسية في اللقاء عادت لمصلحة نوروز في وسط الملعب، تعاد مرة أخرى إيكي لمصلحة
سامراء من جهة اليسار. إيريكي يحاول اللاعب الغاني مرة أخرى، هي بين يوسف مجيد وإيريكي، لكن الكرة إلى مصلحة نوروز. عادت الآن مرة أخرى من جهة اليمين في اللقاء. هاوري أنور، هاوري إلى الخارج الملعب، إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. وصلنا إلى دقيقة 70 من عمر الشوط الثاني ومن عمر اللقاء. رمية جانبية الآن. ديار ياخي قلب الدفاع لنوروز في اللقاء. ديار مرة أخرى الآن تعاد لمصلحة فريق سامراء. حاولون هي لكن البعاد الكرة من ديار ياخي إلى الخارج الملعب. رمية جانبية الآن لمصلحة سامراء. يحاول سامراء في اللقاء مصطفى رميض مرة أخرى اللي نشطهم الآن التبديلات فريق سامراء بحثا عن تقليص النتيجة. رمية جانبية. دريس هونر عيتها للخلف في اللقاء مرة أخرى. ترسل الكرة الطويلة، هي ابعاد عن طريق ديار ياخي مرة أخرى. ابعاد الكرة، هي حاولون في اللقاء دخول، هي التسديد. تسديد الكرة الأخيرة عن طريق عباس صاحب. عباس صاحب اللي سدد الكرة الأخيرة. ضربة مرمى الآن لمصلحة نوروز. التقدم ب3 أهداف لمصلحة نوروز عن طريق اللاعب هاوري أنور الهدف الأول والثاني، ثم أضاف أسو رستم الهدف الثالث. خروج اللاعب عبد المهيمن عبد الله لإصابة، أتمنى الشفاء للجميل عبد المهيمن عبد الله. مرة أخرى عادت هي لمصلحة فريق سمر. تسديد، هي تسديد الكرة في اللقاء إلى الخارج، ضربة ركنية. نعم، تسديد الكرة عن طريق يوسف مجيد اللي صوب الكرة الأخيرة. ضربة ركنية الآن لمصلحة سامراء من جهة اليسار. سامراء الآن حاول تقليص النتيجة في اللقاء وتقديم مستوى طيب يشفع له تقديم في المباريات القادمة. درب سامي بحت، درب اللي استقال نعم من القاسم ثم ذهب إلى سامراء. ضربة مرمى الآن لمصلحة نوروز. ترسل الكرة في اللقاء، هي عادت لمصلحة فريق سامراء. عباس صاحب، عباس صاحب مرة أخرى. عباس يحاول الآن في اللقاء ضغط فريق نوروز في اللقاء، ما يعطوه المساحة نعم عن طريق الضغط على حامل الكرة في اللقاء. عادت إيكي في وسط الملعب، خاطئة من إيكي. نعم، عادت مرة أخرى أيضا لمصلحة فريق سامراء. لعب الكرة الأسرع في اللقاء، حاول سامراء لعب الكرة السريعة في اللقاء، يحاولون تقليص النتيجة مرة أخرى. لا، اصطدت الكرة إلى الخارج. رمية جانبية مرة أخرى إلى مصلحة سامراء. تبديل أظن إلى مصلحة سامراء في اللقاء. أسعد كاظم، أسعد كاظم تبديل الآن. أسعد الآن حيكون البديل في المباراة. من الذي يخرج؟ رمية جانبية. حكم المباراة يأمر باستمرارية اللعب إبراهيم خالد. إبراهيم مرة أخرى خاطئة بين لاعبي مصطفى رميض. إبراهيم الكرة السابقة عادت يوسف مجيد. يوسف في اللقاء. إبراهيم خالد إلى خطأ لمصلحة سامراء من جهة اليمين. إبراهيم خالد على تنفيذ الآن الكرة الثابتة لمصلحة سامراء. هل تأتي الحل في اللقاء؟ هنا الخيبة على محبين وعاشقين نادي سامراء. الآن الكرة الثابتة عن طريق إبراهيم خالد. إبراهيم خالد في اللقاء، هل يأتي بالحل؟
للفريق الحاضر مرة أخرى، تصطاد الكرة بأحد لاعبي نوروز، مرة أخرى عادت هي للفريق نوروز، تلعب وترسل الكرة بغير عنوان. شوان قادر في اللقاء، حسن عباس عادها إلى حسين جابر، حسين جابر حارس المرمى يرسل الكرة الطويلة لكن إلى جومان أحمد حارس المرمى. 75 دقيقة، يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت، ناقل لدوري الكرة الممتاز. يعني تاريخ لنادي سامراء على مستوى كرة القدم، يعني المدربين اللي أشرفوا على تدريب نادي سامراء، الكابتن العزيز مدرب منتخب الوطني السابق عدنان حمد، حكيم شاكر، أيوب يونس، زاحم طعمة، زاهد قاسم، ومن المؤسسين لنادي سامراء محسن الصفار، صالح الضايع، نعم، وطالع محمود ورياض الكلدار. فريق سامراء يعني في موسم 93 و94 لهذا الفريق تصدر ل8 أدوار. فريق سامراء لاعبين اللي لعبوا حسام الدليمي، محمود خليل، عباس ابراهيم، فؤاد عزيز، خالد ولي، مهند حسين، عزيز قرقع، صدام عزيز، علي حريز، زاهد قاسم. الهداف التاريخي لنادي سامراء فؤاد عزيز على مختلف المشاركات، مثل القوة الجوية ايضا 5 أهداف. نعم، مرة أخرى الآن الكرة في اللقاء لنوروز في هذه الدقائق. سامراء يحاول مرة أخرى، إيريكي هي يوسف مجيد يحاول في هذه الكرة، يوسف مرة أخرى عاد الكرة للخلف، هي إدريس هونر، صدت الكرة، عادت مرة أخرى إلى حارس المرمى جومان أحمد في اللقاء. يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت، التقدم لحد الآن لنوروز ب3 أهداف دون رد. هل يأتي بسامراء بالهدف التقليص في اللقاء؟ نرى ونتابع. السورستم، نعم، تعاد الكرة من جهة اليسار، هي لمصلحة نوروز، كرة العرضية، تلعب الكرة العرضية في اللقاء لكن عادت حسين جابر حارس المرمى. لا، الكرة من جهة اليمين لمصلحة سامراء في اللقاء. مصطفى فيصل إلى دريس هونر، هي استلام الكرة في اللقاء. أسعد كاظم، أسعد مرة أخرى، هي لمصلحة اللاعب يوسف مجيد يحاول مرة أخرى التسديد، جول! يوسف مجيد يقلص المباراة، نعم، ويقلص النتيجة. هدف أول لمصلحة سامراء عن طريق اللاعب يوسف مجيد عاشور يقلص النتيجة في اللقاء لمصلحة سامراء. الآن ينجح في إضافة الهدف الأول في المباراة. نعم يا عزيزي، سامراء الآن ينجح في إضافة الهدف الأول، ولعل هذا الهدف الأول يعطي دفعة معنوية لسامراء لتقديم الأفضل في ال10 دقائق أو الدقائق المتبقية من المباراة. مرة أخرى عادت الكرة لمصلحة سامراء في اللقاء، كرة الآن تعاد لنوروز، هي السورستم، مرة أخرى الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، عادت مرة أخرى لفريق نوروز، أحمد محمد محسن، لكن لاعب ملقى على أرضية الملعب. فريق نوروز لاعبين اللي لعبوا لنادي سامراء: عدنان الدليمي، عدنان حمد، حسام الدليمي، محمود خليل، عباس ابراهيم، فؤاد عزيز، خالد ولي، مهند محسن، عزيز قرقع، صدام عزيز، علي حريز، زاهد قاسم. والهداف التاريخي لنادي سامراء فؤاد عزيز برصيد 77 هدف، يعني هو هذا اللاعب مثل القوة الجوية، نعم، وايضا نعم رؤساء
لنادي سامراء رياض الكندار حسين علي، جمال وكمال العليان وفوزي وكل اللاعب الرؤساء واللاعبين اللي مثلوا نادي سامراء. هو سامراء نعم على مستوى كرة القدم قدم، لكن اليوم الأرض أيضا، يعني الأرض المفترضة لنادي سامراء هي العائق الوحيد في اللعب. كل الفرق تلعب على ملاعبها إلا الفريق الوحيد سامراء اللي لحد الآن يلعب على الأرض المفترض، وهو يعني من أندية المحافظات، وهذا كله جهد مالي لفريق سامراء، وأيضا سكن وما رافق الأمور المالية، ونحن نعرف الأمور المالية لنادي سامراء ولأندية المحافظات جميعها. مرة أخرى الآن الكرة عادت في اللقاء لمصلحة سامراء، يحاولون بشتى الطرق في اللقاء. هل تأتي الحل مرة أخرى لفريق سامراء وتقليص النتيجة بالهدف الثاني؟ نرى ونتابع. تبديلات تجراها المدرب في اللقاء، مصطفى عبد الله اللي دخل بديل الآن فريق نوروز. عادت الآن الكرة آخر الدقائق من عمر الشوط الثاني في اللقاء. لا، الكرة تعاد من جهة اليمين لمصلحة نوروز، ترسل الكرة الطويلة مرة أخرى، هي السرستمو على الكرة الأخيرة، ليث رعد اللي سدد الكرة الأخيرة. عادت الآن جهة اليمين، ترسل الكرة الطويلة في اللقاء، حاولون الآن هي إلى حارس المرمى عن طريق اللاعب محمد عبد الحسين إلى جومان أحمد. 3-1 النتيجة. يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت، الناقل لدوري الكرة الممتاز. مرة أخرى استلام في اللقاء في وسط الملعب، حاولون الآن فريق سامراء. عادت الكرة اللي تنطلق من جديد عن طريق هاوري أنور صاحب الهدفين لنوروز، والهدف اللي سجل في اللقاء، هيا الله على العارضة اهتزت في اللقاء عن طريق ديار علي يعرف في اللقاء نعم كيف يأتي بالحلول والفرص. يعني اليوم فرص فريق نوروز في اللقاء كثيرة ضاعت لنوروز في اللقاء. مرة أخرى لا، الكرة جهة اليسار تعاد هي إلى خارج أرضية فريق نوروز، يقدم يعني كرة جميلة في اللقاء، فرص حقيقية. العارضة اهتزت لمرتين في اللقاء، هدف ملغى في الشوط الأول. نعم، تقديم عرض جميل لفريق نوروز في اللقاء. مرة أخرى لا، الكرة من جهة اليمين لمصلحة نوروز، حاولون في اللقاء عن طريق أحمد محمد إلى زميل اللاعب ديار علي، هي لكن التسديدة الأخيرة إلى الخارج الملعب، أوت، الكرة خرجت في اللقاء. ضربة مرمى الآن، عادت الآن سرعة الكرة، مصطفى فيصل سال الكرة الطويلة، لكن دافعين لفريق نوروز يقضين في اللقطة السابقة. إيكي خرج ميشيل جالو برانس في اللقاء. مرة أخرى الآن تنطلق لمصلحة سامراء، تعود الكرة إبراهيم خالد من جهة اليمين، عادت مرة أخرى لإبراهيم خالد، إبراهيم حاول في اللقاء، إبراهيم من جهة اليمين يرسل الكرة الطويلة في اللقاء، لكن الإبعاد من محمد عبد الحسين، تعاد إلى خطأ لمصلحة سامراء. سرعة تنفيذ الكرة يوسف مجيد، هي التسديد والتصويب، الله، اصطدت الكرة بأحد اللاعبين كانت تغير مجراها في اللقاء. الكرة لمصلحة نادي نوروز في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني. يا من تتابع يا من تشاهد قناة شباب سبورت، الناقل لدوري الكرة الممتاز.
كرة عادت الآن لسامراء، سلام في وسط الملعب، هي إيريكي يحاول يخطئ في الكرة، عملية الأخطاء من سامراء. نعم، لا الكرة عادت، لكن هي إيريكي طالب اللقطة السابقة ببطاقة، لكن حكم اللقاء يكتفي بالإنذار الشفهي. مرة أخرى الآن الكرة طريق يوسف مجيد، مد الكرة. اللقطة السابقة يا يوسف مجيد ليست هكذا، مد الكرة، كرة الأقصر لزملائك. مرة أخرى الآن الكرة لمصلحة نوروز من جهة اليمين في اللقاء. يحاولون نوروز الآن الحفاظ على هذه النتيجة والتقدم، نعم، بالمراكز الدافئة في دوري الكرة الممتاز. يعني هو إذا فريق نوروز حقق اليوم العلامة الكاملة، نعم، سوف يرتفع رصيده إلى 7 نقاط في دوري الكرة الممتاز. مرة أخرى لا الكرة عادت في اللقاء، ترسل هي لجهة اليمين، هاوري أنور، الفراغات بدأت على فريق الحاضر، على فريق سامراء، هيو صدت الكرة في اللقاء. نعم، ديار علي عارف إلى الخارج، إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية في اللقاء لمصلحة نوروز. هاوري أنور لاعب، يعني اللاعب اليوم اللي قدم مستوى طيب لفريق نوروز. نعم، 3 نقاط تضاف لفريق نوروز. خروج أظن هاوري أنور في اللقاء، تبديل الآن لمصلحة فريق نوروز. نعم، اللقاء دخول اللاعب علي يوسف الطعيمة، علي يوسف الآن يدخل في المباراة على تنفيذ الآن الضربة الركنية لمصلحة نوروز. علي يوسف ينفذ الركنية في اللقاء، لكن هي تعاد في هذه الدقائق لمصلحة سامراء. ترسل الكرة غير عنوان في اللقاء نحو صالح مطلق. محمد عبد الحسين قلب الدفاع اليوم المتميز في اللقاء، نعم، اللي حد من خطورة لاعبي سامراء في اللقاء. محمد مرة أخرى الآن الكرة من جهة اليمين لمصلحة نوروز، هي لكن إلى الخارج، إلى خارج الملعب، أوت الكرة، رمية جانبية، السرعة في عملية التنفيذ في اللقاء. دريس هونر، دريس مرة أخرى عادت الكرة إلى نوروز في اللقاء. الآن من جهة اليسار تنطلق الكرة في هذه الدقائق، يحاولون هي الإرسال، لكن الأخطاء في لعب الكرة. الآن الكرة من جهة اليمين عادت لمصلحة الفريق نوروز. الآن مرة أخرى هي الكرة تبعد، عادت إلى مصلحة الأبيض في اللقاء. نعم، محمد دارار نحو اللاعب علي يوسف طعيمة، علي يوسف يحاول جهة اليمين يلعب الكرة العرضية، هي لكن إلى الخارج، إلى خارج الملعب. وصلنا الآن إلى الدقائق الأخيرة أو نهاية الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني. نعم، في اللقاء لمصلحة التقدم الآن لمصلحة نوروز ب3 أهداف مقابل هدف لسامراء. نتيجة مستحقة لفريق نوروز، قدم مستوى جميل، قدم كرة جميلة، نعم، فرص حقيقية في اللقاء أتيحت لفريق نوروز، وكان استغلال الفرص في المباراة هو السبيل والعبور إلى 3 نقاط تضاف في رصيد نوروز. نعم، ودوري الكرة الممتاز انت 3 نقاط فقط نعم تبقي المدرب في حفاظ على المركز. مرة أخرى دريس هونر في اللقاء، يحاولون هي الكرة من جهة اليسار، إيريكي في هذه الدقائق. الآن الكرة من جهة اليمين تنطلق عن طريق
محمد دالار صابت الكرة الأخيرة، عادت الآن، حاول، الله 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 على المرور، هيو على الكرة الأخيرة ديار علي عارف، لكن التصدي من حارس المرمى حسين جابر. ديار علي عارف في اللقاء، 4 دقائق إضافية في المباراة يضيفها حكم اللقاء، نعم، في الشوط الثاني في المباراة. ديار علي عارف اللي نعم أتيحت له الفرصة الأخيرة وإضافة الهدف الرابع، لكن لم يستغل الفرصة الحقيقية في ملعب نادي أمانة بغداد. الواقع نعم في منتزه الزوراء، نعم في العاصمة الحبيبة بغداد، يعتبر النادي بنادي أمانة بغداد. مرة أخرى، لا الكرة من جهة اليمين في اللقاء، يحاولون، هي الكرة لكن إلى خطأ، خطأ لمصلحة نوروز. أحمد محمد في اللقاء، أحمد محمد يكسب خطأ لفريق نوروز في اللقاء، نعم يريح لاعبيه بهذه الأخطاء التكتيكية في المباراة. الآن الكرة لمصلحة نوروز من جهة اليمين، أحمد محمد، وماذا على الكرة، نعم الحجز على الكرة لكن إلى الخارج الملعب، أوت، الكرة خرجت، رمية جانبية، إيري إيكي في اللقاء، مرة أخرى ترسل الكرة بغير عنوان، عادت لنوروز في اللقاء، يحاولون الآن نوروز في هذه الدقائق، مصطفى عبد الله، استلام، هي التسديد مرة أخرى، الله الله، تسديدات نعم عن طريق ديار علي عارف. ديار علي عارف، فريق نوروز لم يضف نعم أي لاعب محترف، اعتماد على لاعبين من محافظة السليمانية وتطعيمهم ببعض اللاعبين من خارج المحافظة. مرة أخرى علي يوسف طعيمة، هي تلعب الكرة الأرضية، بعد مرة أخرى في اللقاء، عادت إيريكي، سال الكرة في اللقاء، مرة أخرى عادت جهة اليمين، يحاول صالح مطلق، صالح مطلق في اللقاء، لكن إلى راية وتسلل، راية وتسلل اللقطة السابقة. مرة أخرى الآن الكرة، محمد عبد الحسين، على تنفيذ الكرة، آخر الدقائق من الوقت الإضافي من عمر الشوط الثاني. لا الكرة لمصلحة نوروز من جهة اليسار، ليث محمد، ليث محمد يحاول في اللقاء لكن إلى مصلحة سامراء، عادت الكرة، مصطفى مميز بالكرة السرعة في اللقاء، مصطفى فيصل، مصطفى يرسل الكرات الطويلة في اللقاء لكن لم تجدي نفعا ولم تأتي بالحلول في اللقاء. أسعد كاظم، مرة أخرى عادت الكرة لمصلحة نوروز من جهة اليسار، حاولون الآن، هي الكرة تعاد لمصلحة سامراء في اللقاء، مرة أخرى الآن الكرة، حاول لاعب ماذا الاتيان بالهدف التقليص الثاني، لكن مباراة نعم مبارك للفريق الحاضر، فريق نوروز، على هذا الأداء الجميل وعلى هذه الأداء اللي نعم أسعفه في المباراة ب3 نقاط في لقاء كرة القدم. مشاهدي ومتابعي قناة شباب سبورت، يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز لفريق نوروز ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة. نعم لفريق نوروز تضاف 3 نقاط وهدف وحيد لسمراء. كان معكم المعلق حيدر كاظم، ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.